هلا والله اصدقائي، اي شخص من يريد يروح يتريق يعني ايش يريد يروح يسوي؟ يعني اقدر يروح يجيب جبن، يجيب بياض، يعني البياض مقدس احنا عندنا بالعراق، ما اعرف ليش. يروح يجيب صمون حجري. انا اليوم قاعد اجازه، رحت جبت بياض ورحت جبت الصمون حجري وجبن وسويت ريوق كلفت 3000 انا والعائله الكريمه. لكن شهد الشمري ما يصير تتريق ب 3000. يعني هو هذا النموذج العراقي اللي عند شهد الشمري، احنا ما عندنا يا عزيزي. يعني شهد الشمري مستحيل تريد شهد الشمري تريق ب 3000. انت شوف للرخص اللي عند شهد الشمري، شوف رخص الاسعار اللي عندها. ماشي عزيزي، خلينا نبلش بالفيديو. واسف اليوم يجوز تشوفوني متوتر شويه، اول مره راح اقوم ابلش اصور الفيديو واخلي صورتي تكون لي فوق، فخلينا نبلش بالفيديو. تخيلوا انه انتم تروحون تاخذون ريوبكم وياكم الصبح، يعني وكل هاي الاشياء تاخذوها ب 62. والله كل زين. 62 شنو شهد؟ مو انت حددي 62 شنو؟ يعني 62 دينار؟ لا احنا ما الدينار عندنا واقع خاب بالسعوديه، وقصدك 62 ريال. يعني خلينا نكمل وياك. اما 62,000 ترى على قولتك توماتش يعني بشكل مو طبيعي. كل الزين يعني متخيلين؟ هو شنو الزين بالموضوع؟ انا اريد افهم هو شنو الزين بالموضوع؟ شنو الزين؟ انا اريد اعرف شنو الزين. كملي. يديم من نعمه يا ربي. كل هذول 62,000. الله يديم النعمه والله يديم الرخص. الله يديم النعمه ويديم الرخص. ماكو بعد هيك اسعار. حطمنا الاسعار بالعراق عزيزي، لا تناقشني. يعني ريوق ب 62,000. شنو الثلاث اشخاص او الشخصين؟ شنو 62,000؟ 62,000 إذا أريد أجمعهن يطلع بالشهر 2,000,000 دينار. شنو 2,000,000 دينار بس ريوق؟ غدا فد 6 ملايين، عشاء فد 8 ملايين. يعني الله يديمك يا رخص. يعني أكل وشرب مو أقل 20 مليون. يعني الرخص مو طبيعي. خلي كملوا يا شهد. خلاص هذا الفيديو دعكو. الفيديو هذا خلاص هو على هيجي. بس أنا حتى يجوز ناس تقول لي ها يجوز مسوي عزيمة، يجوز يعني ماخذ أكل لهواي أشخاص. فعزيزي أنا راح أعيد لك الفيديو الثاني من البداية حتى تعرف الريوق وشنو الريوق أصلا. يعني ترى تفاجأ الريوق هو شنو. شوف عزيزي وياي. باعوا طلبوا التونة 4. والله العظيم جديات قصر. عرفت شنو الريوق؟ الريوق تونة عزيزي. اتخيل الريوق تونة. منو بالعراق يتريق تونة؟ التونة ما تنكال. التونة احنا نستخدمها بالعراق من تسجل بالجيم وما عندك فلوس بحيث تجيب لحم على مود البروتين، فهي ارخص بروتين، فنروح نشتريها لان العلبة ب1500 وب1000 وربع. فمن يتريق تونة؟ دجا عزيزي الشاهد، صحيح انت قاعد تسوين اعلان الوكالة السعودية، بس مو معناها احنا راح ناكل الاكل السعودي. على عيني وعلى راسي كل السعودية يعني، بس ماكو واحد بالعراق يتريق تونة، مستحيل. ماكو. ماشي كمل. 62 موعد طلع لي على الشاشة 62. يعني كل هذول ب 62,000 باستثناء المات. طبعا هذا ماتي هذا قلت لهم حطوا لي بيه الماتشا. زين شلون 62؟ والله بلاش يعني. شفتوا؟ يعني لو الماق محسوب يجوز كان مليارين مثل الورد. عزيزتي شهد، أنا كشخص عراقي، كإنسان عراقي عايش بالعراق، مواطن عراقي، يعني حسب عندي الجنسية العراقية. لا أنا عراقي ابن عن جد. لا أنا شقة. عزيزتي أنا أشتغل ب 25,000. يعني اليوم إحنا ما نقدر نتريق وعلى حكايتك انتي، وباكر ما راح نقدر نتريق، عقب باكر راح نتريق. ماشي، ونصوم 3 أيام النوب. كل 3 أيام إحنا على مود نتريق. الله يديمك يا رخص. أهم شيء هذا بمليون يعني. ثاني شغلة، منو يشرب الماتشا؟ أنا أريد أعرف هاي الشغلة. منو يشرب الماتشا؟ مشروب ما يشرب. أنت أكو ناس يمكن ما تعرف شنو الماتشا ومتخيلتها مشروب خرافي. شاي أخضر صيني، ماشي، هي هاي الماتشا، وما يقدرون يشربونها. لا يحطون عليها، ما يخلون شيء ما يحطون عليها، وما تنشرب. هي ما يظل اصلا اسمها ماتشا. لا ما ينشرب بعد، ما تنشرب، طعمها مو طيب. يعني انا اشرب متى، ومن اشرب متى الناس تقول انت شلون تشرب متى؟ شو يشربها هاي؟ من يشرب متى؟ شهد. اخ قلبي شهد، انت وصلتيها تو ماتش. انت واصله مرحله مثل ما انا قلت لكم بالفيديو اللي فات. طبعا انا اول مره اصور فيديو ورا فيديو على نفس الشخص. اعتقد اخر فيديو كان على شهد هم هنا.
يا اخي هاي قاعد تسوي كل شيء على مود انه هي عندها عقد، على مود يوميا تصعد ترند. هي مطلوب من عندها عدد مشاهدات معين يجون بالستوري، فهي لازم يوميا تسوي هذا الشيء، ولازم يوميا تشرب منها هاي الماركه ماشي، اللي هي شو اسمه الماركه السعوديه مال يزيد الراجحي او يزيد الراجحي او الاخو، اللي هم العائله الراجحي اللي هي اسمها هاب مليون. فهي تسوي كل شيء تسوي بس على مود تصعد المشاهدات. فعزيزتي مو على مود انت تصعد مشاهداتك تحسسين الانسان العراقي يعني ولا شيء. يعني انا كمواطن عراقي اشتغل ب 25,000 يروح عن ايجار ومي وكهرباء وانترنت وشويه اكل وشرب ماشي. يعني جزء الاكل والشرب عد اي واحد مأجر هو يعتبره اخر شيء ماشي. يعني انا اشتغل ب 25,000 4 ايام بالشهر اجازه، يعني كلها 650,000 انا عندي بالشهر. ال 650,000 بالشهر أنا عزيزتي شهد شلون راح أقدر أتريق أنا ب 62,000؟ والنوب تونة ما تنكال، 4 لفات ما تونة، 4 سندويشات تونة. يعني صراحة يعني تو ماتش ماشي. مو كل شيء طشه ماشي. احترم الناس اللي ما عندها وتطلعين انت تباهين انه انت مشتري. هم لو مشتري شيء انه انكال تونه ما تنكال، والله ما تنكال على الريوق. اقول لكم خلينا نعوف شهد ونشوف لنا غير واحد نحكي عليه. الناس بالعراق ما عرفت جايها حلو، فخلينا نشوف غير فيديو. بس هذا دعدوعه تحبوه، بس فتحنا الجامع شويه كانت تجي طابوقه صغيره. انا اليوم يعني انا باكر اصبحت لي الوجه على اللي شفته، لان انا بمنطقه عباره عن الف يضربون بينا. تعال بشوف، تعال بس تعال بصور دقيقة. اللي ما يعرف الموضوع، فهذا سالم دعبول اللي هو أصحاب مطعم سالم دعبول حلو، عنده مسوي تشيبس حلو، وبهذا التشيبس يربح هدية. ما أعرف المشاهير بالعراق ليش كليتها حاليا كلها قاعد تسوي تشيبس، ما أعرف شنو يعني شنو الغرض من عنده، وليش الناس أصلا هيك قاعد تاكل تشيبس بشكل مو طبيعي. هذا ما يخصنا حلو، وما يخصنا اصلا كلها نفس الجواز، كلها جائزه سياره. فهو اكو واحد ربح سياره بمنطقه الدسيم، فهو راح حتى ينطيه السياره، بس قالوا له اكو عوائل متعففه، فايش سوى؟ اخذ مساعدات وراح من تلفزيونات وثلاجه وطباخ وهاي الشغلات. فراح وين؟ راح للدسيم. يا عزيزي من طب هناك شلون تقول لك يهود وطب غزه، ما بيها اي نقاش. كتلوه فشخوه. انا ما عندي مشكله سالم دعبون، انا سالم دعبون نفسي ما احبه ماشي، بس خطيه الولد اللي وياه ذو احتياجات خاصه، هو من ذو الهمم. يعني انت شلون تقوم وتضربه بحجر براسه؟ يعني انت الله ما تخافه؟ ضمير ما عندك؟ لا والله العظيم. يعني انا يعجبني هيك ناس. يعني انت على شنو؟ ليش مأذيك بشيء؟ يعني انا هسه يطلع يغثني، انا ما اعرف، انا نغث من المشاهير بالعراق حيل نغث من عندهم، خاصه المطاعم. انا يغثني اوكي اطلع انتقده، بس مو تلتمون عليه تفشخونه. لا هو جاي اصلا للمنطقه مالتكم يجيب مساعدات العوائل المتعففه، فليش السبب حتى تفشخونه؟ خلينا نكمل الفيديو مالته. شوف هاي هسه خلي تولي من على ابوها يا ابو، وهاي هم تخلي تولي. انا هنا واحد كبير بالعمر شال طابوقه هيك، والله هيك ضربها. من ضربها وين اجت هنا. تعال شوف هاي بالتكمه، يعني لو شويه كان هذا راسي كله تفلش. بس قولوا لي ليش؟ طلعنا لي قدام شفت واحد يضحك، قلت يا الله هذا حيطببنا يمه. باوع علينا هيك، ابتسم، سوى هيك ما لقى طابوقه، كان يلقى ديك ميت، جاب الديك ضربني بيه. زين ليه؟ شلون ضربه بديش ميت؟ لا والله لا صدق، شلون ضربه بديش ميت؟ يعني هذا اللي ضربه شنو كان يحس يعني؟ وانت ليش اصلا زلمه كبير ليش تدري تضربه؟ شنو مسوي له؟ انه ضربه بديش ميت، اضربه بحجر عادي ما عنده مشكله الرجال. يعني هاي الناس مكسره عليها السياره وما عنده مشكله، وصدق مقهور ونغث انه هو سوى شغله زينه وردت له بشيء مو زين، بس يعني ماخذها بروح رياضيه. بس انت شلون ضربته بديج؟ انا ردفته شلون ضربته بديج. والله العظيم اكو ناس والله العظيم بالعراق مشكله بشكل مو طبيعي. ماشي عزيزي، خلينا نشوف ايش عندنا انه فيديوهات. ها عزيزي، عندنا حيدر الاصلع. انا كل موضوع والله اريد احكي بيه. حيدر الولد، ناس اغلبيه الناس تعرفه، حيدر الاصلع اللي عنده محل مال منظفات.
حيدر شنو سوى؟ حيدر قاعد يروح على كل المعالم وينظفها، يشيل من عندها الكتابات. فخلينا نشوف من عنده هو شنو مسوي هنا. انا بعدين انا بدي احكي بشغله. اصدقائي قبل ما ابدا بالفيديو مات حيدر الاقرع، انا مسوي تحدي مثل ما اغلبيه المتابعين يعرفون، من انا نهايه الشهر الثاني اللي جاي اذا وصلت 100,000 مشترك راح اسافر لامريكا ونسوي فلوجات بالتايم سكوير، نسوي فلوجات بنيويورك كليتها. فعزيزي اشترك بالقناه وخلينا نشوف الفيديو مات حيدر. استاذنا الغالي، اهلا شلونك وسهلا، قلبي؟ تشرفنا الله بيك. يطيل لي أهلاً بعمرك. بيك. طبعا اليوم انا توجهت لهذا المكان. نعم. قلت لي انا اريد اشوف المكان. اجينا مع الاسف، مع اسفي على الناس نفس الحاله وهم كاتبين، مع الأسف. والمشكله الكبيره هي كتابه النصب وقاصين الواير مال اللوحه التعريفيه. حلو. لك الكلام استاذ. يعني اولا نشكرك على هذا الجهد، الحقيقه جهد رائع، الله يطيل وها بعمرك. مبادره شخصيه نتمنى ان تتنمى وتتشجع، وان يكون مثلك يعني اخرين كذلك يهتمون بالنصب والاشياء الفنيه. حبيبي حيدر، هذا الكلام موجه لك. كل اللي قاعد تسويه يعني الله يوفقك، حلو اول شغله يعني، والله يجازيك ان شاء الله كل خير على الشغلات اللي انت قاعد تسويها. هو قاعد يروح على كل التماثيل والمعالم اللي ببغداد، يعني هو ساكن من سكنه بغداد، فيروح ينظفها، يعني عنده منتج هو يروج له المنتج مالته، وهم يعني يسوي الشغله زينه انه ينظف ويصبغ يعني شغلات زينه اللي قاعد يسويها. بس تعرف حيدر عزيزي شنو المشكله؟ المشكله انت قاعد تسويه كله بدون داعي. ليش بدون داعي؟ المشكله انه انت عوف هسه هاي الشغله شهر كامل، انت شنو نظفت؟ عوف كل هاي التماثيل اللي نظفتها شهر واحد، وتعال بعد شهر اذا لقيتهن نظيفات انا اسد القناه، حلو؟ انا اعتزل. ليش؟ يعني المشكله بالشعب نفسيته، احنا الشعب العراقي عندنا مشكله وهي النظافه العامه، الطب البيته جنه من النظافه. برا يطلع يشرب بيبسي يذبه، ياكل شيبس يذبه، باكيت جار عنده يخلص كعوره هيجي لقحه، بطل المي هذا لا تسولف لي شمره هو وبيمي. يعني ما تعرف، هي المشكله. هو ليش هاي المشكله اصلا؟ المشكله قد الشعب كليته، فماكو احد ينصح احد يقول له لا تذب، يعني اللي ينصحك هو نفسه هم قاعد يذب. والسبب الرئيسي الثاني هو انعدام القانون، ما زال قانون ماكو يحاسب الناس من الذب زباله، فراح تظل بغداد وسخه، وراح تظل الناس تكتب على الحياطين وعلى الجسور وعلى المدارس وعلى كل هاي. ماشي عزيزي؟ يعني قلت لك المشكله هي مشكله عدم انضباط، تفهمني؟ ماكو قانون يحاسبك اذا انت ذبيت وسخ، ماكو قانون. هسه اني على مود ما حد يجي يقول لي لا تبيع مثاليات وانت همين تذب. اني صار لي 10 سنوات، بهاي ال10 سنوات اللي فاتت من عمري ما اعتقد يوم وما اتذكر يوم ذبيت بطل مي بالشارع. لان انا شايله بجيبي العفو، قلت شايله بايدي، ماكو اي مشكله ان انا شايل شغله بايدي، من راح تلاقيني حاويه راح احطها بالحاويه، ماكو اي مشكله. يعني ما ليش تذب باكيت جيجار؟ ليش تذب؟ يعني ما افتهم ليش تذب بطل المي بالشارع، ما لها اي داعي، خليه بيدك توصل حاويه ذبه. ماشي؟ انا سولفت هاي السالفه على مود ما حد يقول لي لا تبيع مثاليات علينا. فعزيزي انا مطلب من عندكم خطيه الولد، يعني لا حد يكتب على التماثيل ولا حد يذب وسخه بالشارع. ماشي؟ أصدقائي لهنا أنا وينتهي الفيديو. قبل ما ينتهي الفيديو خلي لايك واشتراك وشارك الفيديو لأصدقائك إذا عجبك الفيديو. إذا ما عجبك الفيديو عادي لا تخلي لا لايك ولا اشتراك. أنا يجوز أكو عندي غلط بالمونتاجين، هاي أول مرة أنا أخلي صورتي وأخلي شو اسمه وأخلي الفيديو، أول مرة قاعد أجرب هسه حتى تقوى على المونتاج أكثر. الشغلة الثانية إنه أنا مسوي مثل ما قلت لكم تحدي من أنا نهاية الشهر الثاني إذا وصلنا 100,000 مشترك راح أسافر لأمريكا وأسوي فلوجات بالتايم سكوير. يعني هذا الحلم الدريم التايم سكوير. ماشي؟ هيك الحلم اخذه من البدايه للنهايه مشي. ماشي عزيزي؟ وقبل ما ننهي الفيديو، هذا صديقي اسمه مصطفى جرثومه، اطلب 12.5 من 2017 اليوم ما رضى يجيبهن. اي واحد يشوفه يقول له قفاص حرامي رجع الفلوس البلال. باي.